السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما يا ربي بصحه جيده، ونتمنى تدخل عليكم هاد العواشر بكل ما تمنيتوا يا ربي، بالخير والرزق والتيسير، ويخلي لكم ما عز عليكم. نبداو القصه ديالنا ونقولوا بسم الله. القصه ديالنا غتدينا لضواحي مدينه خنيفره، تما كانت تسكن بطلة قصتنا ماريا مع امها وباها وجوج خوتها محمد ومريم. كان الاب ديالها فقيه في الجامع متدين وملتزم، وكانت الام ديالها ريفيه كتفتن بالزين، تدير نقاب وحافظه لكتاب الله. وكان الاب ديالها تيحفظهم القران ودار لهم الحجاب وهما مازال يلاه عندهم 6 سنين. غيكبروا البنات وغيوصلوا الصف السادس، كانوا تيقراو مزيان وذكيات ما شاء الله، وكان الجمال والأنوثة ديالهم بدات كتبان في ديك العمر، مع زعيرين والعيون خضر. راكم تتعرفوا الريف ما شاء الله، الزين اللي عطاهم الله. ديك الساعة قرر الاب ديالهم يخرجهم من القرايه ويجلسهم في الدار، وقال لهم بارك عليكم من القرايه، ياك تتعرفوا تكتبوا وتقراو، بارك عليكم. حجبهم في الدار، واخا بقى فيهم الحال في الاول، ولكن كلمه باهم ما كانتش كطيح الارض، هي اللي كانت ماشيه عليهم كلهم. وحتى امهم ما كانش تقدر دير لهم والو، ما كانت تقدر تقول لباهم حتى شي كلمه، كانت اللي قالها لها كتقول له واخا. وحيت البنات كانوا صغار ما كانش موضوع ديال الجلاس في الدار مأثر عليهم بزاف، كان عادي. كانوا تيدوزوا النهار ما بين اللعب والتلفازه وقراءه القران. اما الام ديالهم فكانت حنينه بزاف، وكان كيبقاو فيها وكتحن فيهم بزاف، واخا ما لقات لهم الجهد. كانت بعض المرات تقرا معاهم القران وتلعب معاهم. غيكبروا البنات وغتولي عند مريم 15 عام، وعند ماريا اللي كبر منها 17 سنه. واخا مريم كبر من مريم، ولكن ما كتعرفش الفرق بيناتهم، كانوا كيبانوا بحال التوام. غيبداو الخطاب يجيو في مريم وفي ماريا، ولكن باهم ما بغاش يزوجهم حتى يكملوا 18 سنه. كان كيقلب على انسان ملتزم وصالح لبناته بحال اي اب، ما كانش باغي يعطيهم المنواله. واحد عمة ماريا كانت حاطه عليها العين، مع كيف قلت لكم كانوا كيفتنوا بالزين، وكانت ماريا حروفها كاع حسن من اختها وتتحمق ما شاء الله، ولكن باها ما بغاش ولد اختو، حيت كان كيعتبروا انسان ما ملتزمش، ومعاه هو عايش في الديار الاوروبيه، فما بغاش يزوج بنته به وتمشي لاوروبا وتغرب عليه وما يبقاش جايب لها اخبار. غيدوز واحد العام ملي ولا عند ماريا ديك 19 سنه، غيتلاقى بها واحد التاجر كبير في الجامع وملتزم. ديك التاجر كان عنده ولده كيجي يصلي معاه الفجر تقريبا كل نهار. غيتصاحبوا مع الفقيه واحد النهار وهما تيهضروا، غيقول التاجر للفقيه ولدي عبد اللطيف ما خاصو حتى شي خير، قاري ومثقف، وملي سالا قرايته هو يشد التجاره ديالي والمحلات ديالي، دابا خاصو غير اللي تعمر ليه الدار. قال له واش تقبل نتناسبوا معاك في بناتك؟ حيت الفقيه كما قلت لكم كان مصاحب معاهم كيعاود لهم، وقال لهم عندي 2 بنات شحال في عمرهم وعندي ولدي. فهما واخا ما عارفينهاش وواخا ما عمرهم شافوها بغاو يتناسبوا مع الفقيه لحسن سلوكه ولسمعته الطيبه. قال لهم غنتشاور مع البنات وغنهضر معاهم، ونهار الجمعه بعد الصلاه مرحبا بكم عندنا، انت ومرتك وولدك تديروا النظره الشرعيه ويكون خير. وديك الشيء اللي كان ملي وصل نهار الموعود مشى بعد الصلاه، وكان الفقيه فرحان وكيتسناهم. ملي جاو الضياف لقاو الام وجده طبله مزوقه بالحلويات والعصير واتاي، ضيفوهم وكانوا فرحانين بهم بزاف. ماريا كانت غادي تطير بالفرحه قبل حتى ما تشوف العريس، حيت كانت كتقلب غير كيفاش تتفك من باها وحبسه.
شافها عبد اللطيف وماشي غير عجباتو، حماق عليها، زين والعطاي وعاد زيد العقل وحشوه، ما كانش كتقد حتى تشوف فيه. اتفقوا مع الفقيه على نهار غيديروا فيه العرس. قال لهم عبد اللطيف: انا بغيت غير العشيه يكون فيها المسمعين بلا موسيقى بلا حتى شي حاجه، غير الامداح، وبغيت يكون غير العائله المقربه ديالنا، غير عماماتنا وعماماتكم، وما يكونش البراني. وافقوا على الاتفاق وجاء الوقت ديال العرس. المهم داروا عشيه زوينه وفرحت ماريا براسها ودارت حنينتها. مشات لدارها، والنهار الاول اللي دخلت للدار لقات ديك الانسان اللي عوضها على كل شيء عاشته في دارهم. كان انسان حنين وظريف بزاف، كيبغيها من القلب الخالص. ولكن النهار الاول شرط عليها واحد الشرط، قال ليها: الا بغيتي نعيشوا مرتاحين وبلا مشاكل بغيتك تديري النقاب وزينك نشوفوا غير انا بوحدي. وافقت ماريا وكانت فرحانه ان راجلها تيغير عليها. كان مفششها ديال بصح، وحتى من الخدامه جابها لها باش ما تتعبش في الدار وباش ما ديرش يدها في الماء. كانت ما كدير حتى شي حاجه في الدار، وكتفيق حتى الوحده والجوج، حيت كتقصر في الليل على الافلام والمسلسلات، حيت كانت محرومه كيف قلت لكم في دار باها. المهم ما كان راجلها تيقول لها حتى شي حاجه، تفرج في اللي بغات ودير اللي بغات في قلب دارها. كان كيشري لها احلى الموديلات ديال الحوايج واخر ما خرج من السراول الجين والحوايج والبيجامات، كانت كتلبس غير الفريع ديال الفريع. المهم راجلها كان كل صباح تيمشي مع 9 ديال الصباح ما كيرجع حتى الليل. المهم بعد المرات كيمشي كيسافر لمراكش حيت عندهم تما التجاره، وشادها واحد ولد عمو عاطينه تما الفرع ديال المنتوجات ديالهم، وهو كيجلس تما وكيتحاسبوا معاه. كان كيمشي اخر كل شهر ولا كل 15 يوم. غدوز واحد العام غيتزاد عند ماريا بنتها اسراء، غيفرحوا بزاف بيها وما غتقدهم فرحه، غيفشعوها وغيبرعوها. غتبقى واحد العامين وغيتزاد عندها ولدها غتسميه سي محمد. كان باهم كيبغيهم بزاف ومهلي فيهم بواحد الدرجه ما تصوروهاش، وما تيتيق يرجع للدار غير باش يشوفهم ويلعب معاهم ويشبع منهم. كان كيبغيهم واحد الحب ما تصوروش. وامهم كان ديما يشري لها الذهب بمناسبه ام غير مناسبه، والذهب من عيار ثقيل. فاش تزاد عندها ولدها جاب لها مضمه ديال الذهب وما كيستخسر فيها حتى شي حاجه، حتى من الفلوس دار لها كونت بسميتها، وكل شهر كيحط لها مبلغ زوين ومحترم باش تشري اللي خصها وما تحتاج تبقى كل شويه تقول لراجلها. وفي كل عيد او مناسبه ديما دير لها مفاجاه: اش منك يا سراسل، واش منك يا قرامه تقاد، واش منك يا خواتم ديال الفريع. وحتى ماريا كانت انسانه مطيعه لراجلها، وعمرها رفعت صوتها عليه ولا ردات عليه حتى الهضره. دازت الايام وسنين وبقاو عايشين في سعاده، وما بيناتهم لا مشاكل لا حتى شي حاجه. كبروا الوليدات ولاو يمشيو للمدرسه، تيديهم باهم في الصباح وكيجيبهم في العشيه، حيت ماريا ما كانش تخرج الا خرجت مع راجلها او سافروا مع بعض لشي مدينه باش يفوجوا ويبدلوا الجو. غيجي واحد النهار غيقول لها راجلها: علاش يا ماريا ما دوزيش البيرمي وتبقاي تدي الدراري للمدرسه وتجيبيهم، وانا غنشري لك احسن طوموبيل واخر موديل خرج، ومن هانيت تقداي اللي خصك وتهنيني شويه من هادشي ديال الدار. المهم غتقول له واخا. غدوز ماريا البيرمي وغادي تمشي تبقى تدي الدراري للمدرسه وتجيبهم، وغتبدا تلاقى مع امهات الطلاب وتهضر معاهم وتصاحب معاهم. في الاول جا هذيك الشيء غريب، حيت في دارها باها ما كانش كتخرج وكانت محبوسه، ولكن من بعد غتولي في الخروج، غتبدا تخرج تقدى الاغراض ديال دارها
تخرج تقدا حويجاتها وحويجات وليداتها اللي خاصها لكوزينتها. المهم ولات مهنيه حتى راجلها من ديك الامور، ولا مركز بزاف على خدمته اكثر. من بعد غيجي واحد النهار غتقترح ماريا على راجلها انها دير لاصال، حيت عيات من الخمول في الدار وعاد راه غلطت بزاف. وطبعا راجلها ما كانش من العاجزين وما كان عنده حتى شي مانع. غيمشي وغيقطع لها اشتراك سنوي في احسن صالة الرياضة اللي كانت في ديك المدينة، مجهزة باحدث التقنيات والاجهزة المتطورة. غتبدا ماريا تمشي لاصال وغيعجبها الحال. في الاول ما كانتش كتهضر مع حتى شي وحده، كانت حدوديه وخجوله بزاف. ولكن من بعد غيبداو يتقربوا منها شي عيالات، كانوا منين كيدخلوا وهما عاطينها للضحك والتقشاب. المهم غتعجبها الحال وغادي تبقى كتسمع منهم شي قصايص وشي ضحك وشي نكات عمرها سمعتهم في حياتها. ماريا ملي كتدخل لاصال وتحيد ديك النقاب كل شي تيتفتن بزينها وكيبقى يشكر فيها. اش منك يا طول، واش منك يا سالف زعر، واش منك يا عيون خضر كبار، واش منك يا زين. كانوا صحاباتها كيقولوا لها مالك مخبيه ديك الزين في ديك العبايه والخمار، ومال ديك الراجل ديالك باغي يخنقك. وفعلا كانت زوينه بزاف كيف ما قلت لكم، واخا ولدات جوج وليدات ما كانش مأثر فيها، حيت كانت مغليه في راسها ومفشه ومبرعه. بشرتها كانت زوينه وبيضاء وما تبدلاتش ولا جاها كلف ولا شي حاجه. كانت ملي تسمع هاد الهضره تفاخر ويعجبها الحال ويحسبها في راسها ما كاينش بحالها في هاد الدنيا. وكان بينها وبين راسها كتشوف في المرايه بعض المرات وتقول وبصحني تراني مخبيه زيني في هاد الخمار. عاود تقول الله ينعلك يا الشيطان، الله ينعلك ويخزيك. المهم غيجي واحد النهار وحده من صحابات ماريا غتقول لها اش بان لك تجي عندنا للدار، حنا راه كل سيمانه تنتجمعوا عند وحده نشطوا ونضحكوا ونفوجوا على قلوبنا شي شويه ونساو الهم. جاوبتها ماريا قالت ليها ما تنظنش صراحه راجلي غادي يبغي، ولكن غادي نتشاور معاه ونرد عليكم الخبار. داكشي اللي كان ملي رجعت ماريا للدار اول حاجه دارتها هي انها فتحت راجلها في الموضوع. قالت له بلي تصاحبت مع شي عيالات محترمين ومزوجين تلاقيتهم في لاصال. راجلها حيت كان كيثيق فيها قال لها والله ما نخسر لك خاطرك، سيري وفوجي على راسك ماشي مشكل. فرحت ماريا بزاف وكانت اول مره غدير الصحابات وغتلاقاهم في شي دار. جا النهار اللي غيتلاقاو فيه ومشات وموجده راسها، لبست احسن ما عندها من الحوايج ودارت مكياج ولبست نقابها ومشات عند صحاباتها. كانت مقاده الحاله وما قدها فرحه. مشات للباتيسري وما خلات ما شرات من اشكال وانواع الحلويات والمشروبات والمقبلات، ما خلات مدات معاها وكبرات بصحاباتها. صحاباتها ملي شافوها بديك السخاء فرحوا وعجبهم الحال، وكانوا ملي كتدخل وهما كيسبغوا فيها لاله ماريا الغزاله الفنه يا الزين ديال الجلسه، انتي ما كاينش بحالك. وماريا عجبها الحال وتفاخرات براسها. المهم غيبقاو ديما بالنكات والضحك والتقشاب، وماريا غطير بالفرحه وغيعجبها ديك الجو. كانت جالسه النهار الاول معاهم، واحد صاحبتها غتنوض غتجيب من الكوزينه الشيشه، بدات كتشيش وماريا تقرصات ولون وجهها تبدل، ما عجبهاش الحال في الاول وغتبقى شويه بشويه حتى غيوليو كيتلاقاو كل سيمانه عند وحده. غتولف ماريا القصاير مع صحاباتها والضحك والنشاط والتقشاب، ومع ديك الجو جديد عليها غادي يعجبها. ماريا كانت هي اللي كتكلف بالجلسه من اجوس كازيد، الماكله والشيشه وحتى القرو شويه بشويه غيوليو يقولوا لها جربي. في الاول كانوا كيقولوا لها جربي الشيشه، ولات كتجربها حتى ولات مدمنه عليها، ولات هي اللي كتكميها اكثر منهم وغادي يبليوها حتى بالقارو.
كانت في الاول كتقول راجلها راني غادي نتلاقى بصحاباتي هذا النهار، ولات ما بقاتش كاع كتعلمو، كتسنى حتى تيخرج وتمشي للصالون تقاد حالتها وتسيشواري شعرها وتمشي عند صحاباتها. كانت ماريا ملي تترجع للدار تتحيد عبايتها وخمارها وتلوحهم نيشان تصبنوا باش راجلها ما يشمش فيهم ريحه الكارو وريحه الشيشه. كدوش وكتعطر بحال الا ما كاين والو. في الاول راجلها ما جاب ليهاش الخبار. ماريا بقات على هاد الحاله وحتى ولادها ما بقاش داياها فيهم، حدها كتجيبهم من المدرسه كتلوحهم للخدامه وكتخرج، ولات كتسركل بزاف وعطيها للخروج وما بقات كدير حتى شي حاجه. المهم غتبقى على هاد الحال حتى لواحد النهار راجلها غادي يسولها، غادي يقول لها كثرتي الخروج ماريا وحتى ولادك راهم شتك ما بقيتيش كتديها فيهم. قالت له اي كيبان لك هادوك غير صحاباتي وحنا كنمشيو غير نفوجو مع بعض ومره في السيمانه اللي كنتلاقاو، حيت هي ما قالت له بلي كيتلاقاو تقريبا كل نهار، مره غاديين للريستوات، مره دايرين شوبينغ في السواقات والمولات، المهم ما تيخليو حتى شي بلاصه. وطبعا كل شيء على حساب لاله ماريا، وهي ضاحكه وناشطه وعجبها الحال، حيت كان راجلها فاتح لها حساب وما كان خاصها حتى شي خير. كان حسابها في البنك كيوصلها مبلغ مهم باش بلا ما تحتاج تطلبو الا احتاجت الفلوس وتاخذ اللي بغات من الكونت ديالها. واحد النهار وهما جالسين في واحد الريستوران غتقول لها صاحبتها راه السيمانه الجايه غتوجدي راسك لواحد القصاره، غنمشيو لواحد الكوفي بحال نايت كلوب نشطحو فيه وناكلو فيه ونحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتنا، وما تخافيش ما غيكون حتى شي راجل تما، ولكن وجدي راسك تحيدي ديك الحجاب وديك النقاب وتلبسي شي كسيوه فاعله تاركه. في الاول ماريا رفضات وقالت لها نخاف يشوفني شي واحد ولا نخاف، المهم بقات كتعطي الاعذار. من بعد ما صرت عليها صاحبتها وافقت بسرعه، حيت صحاباتها صافي لحسوا لها مخها، ولات الهضره اللي كيقولوها لها كديرها. ملي جا نهار الموعود اللي غيمشيو فيه لديك النايت كلوب، مشات ماريا بلا عجز عليها شرات كسيوه معريه وقصيره ومشات للصالون وقدات شعرها ووجهها ولبست عبايتها بحال ما كاين حتى شي حاجه. وملي وصلت لديك النايت كلوب دخلت للحمام بدلات وخرجت حتى من المراه اللي تما ما عرفاتهاش. كانت ماريا اول مره تدخل بحال ديك البلايص، كان عالم اخر غريب عليها وعلى تقاليدها. لقات الاضواء والشطيح والرديح، طلعت الفوق عند صحاباتها واحتفلوا ونشطوا وشطحوا، وطبعا كل شيء كان على حساب ماريا كيف العاده. ملي سالاو الحفله وقطعوا الحلوى صاحبتها جابوا العشاء وجلسوا كيتعشاو. واحد شويه دخل واحد الراجل، هذاك الراجل كان سميتو يوسف، كان ولد خالت وحده من صحاباتها. دخل كانه ما عارفش انهم تما، زعما انهم تفاجئ انه شاف بنت خالته، سلم عليها وجلس، ومن النظره الاولى اللي جلس عجباته ماريا وبقى كيشكرها قدام صحاباتها وكيتغزل فيها. قال لهم اش هاد الزين كامل اللي منور هاد الجلسه وهاد الطبله. سكتات وما قالت حتى شي حاجه، ولكن بقات تشوف فيه بنظرات اعجاب وعجبها كلامه. سالت الحفله ومشى كل واحد لدارو، وقبل ما يوصل راجلها كانت في الدار، حيت خافت ديك الليله يجي قبل منها، حيت كان راجلها مسافر وخافت انه يجي قبل الصباح. شويه تليفونها بدا كيصوني، ملي جاوبات لقات يوسف هو اللي كيهضر. قالت له شكون اللي عطاك نمرتي ومنين خديتيها؟ قال لها خديت رقمك من عند بنت خالتي وبالسيف والمزاوقه والرغم باش عطاتولي، وقالت لي ما تقولهاش بلي انا اللي عطيته لك، عافاك ما تقوليها لهاش باش ما ديريليش بيا معاها الصداع.
قالت له الله يخليك ما تبقاش تعيط لي، حيت راجلي غيعيق بيا وغادي يدير ليا مشكل كبير وغادي تسبب لي في مشاكل كثيره في عائلتي. قالت له باللي هي غادي تتصل بيه. اللي غد ليه قال لها توعديني انك تعيطي لي. قالت له كون هاني. بالعكز عليها مشات خدات رقم جديد اللي غد ليه وخدات تليفون جديد وعيطات له. وفي اول ما هضرات معاه بدا كيتغزل فيها وفي عيونها. قال لها راه النهار الاول اللي شتك فيه بغيتك وباغيك الحلال وبغيت نشوفك مره اخرى، عافاك ما ترديها ليش في وجهي. في الاول رفضات وقالت له انا مرا مزوجه وعندي وليدات، ما بغيتش مشاكل في داري. من بعد منين بدا كيصر عليها قال لها غير بغيت نهضر معاك ونخوي عليك قلبي، راه عندي بزاف د المشاكل وبغيت لمن نعاود والله يخليك عافاك. من بعد ما بقى كيصر عليها ويهضر ويعاود قالت له واخا غنشوفك غير مره واحده وما نعاودش نشوفك. قالت له فين غادي نتلاقاو؟ داروا انهم غادي يتلاقاو في الريستو، ولكن قالت له نخاف يشوفوني الناس ويوصلوها لراجلي ويتسبب لي في الطلاق ولا في شي حاجه ولا شي مشكل كبير. لهذا قال لها اجي عندي للدار وما تخافي والو، بحال اختي ما غادي توقع حتى شي حاجه، غير غنهضروا ونتعاودوا شويه وتمشي في حالك. فكرت في الموضوع حتى عيات ووافقت حيت خافت انه شي حد يشوفها في الريستورا ولا القهاوي. مشات عنده للدار وفي الاول كانت خايفه، من بعد طمنها وبقاو كيهضروا كيتبادلوا النظرات. والشيطان الا كانوا جوج في دار وحده راه طبعا تيدير خدمته. وقع اللي وقع واللي في بالكم بينات ماريا ويوسف وداروا الحرام. بقات معاه ولات غير تيسافر راجلها كتمشي تجري لعنده، ولات تتبغي يوسف وتموت عليه، وكان هو الراجل في عينيها. الشيطان زين ليها الحرام وداها الطريق العوجة وبين لها انه هذاك هو الطريق الزوينة، وان هذاك يوسف هو اللي غادي يعوضها عن كل الحرمان اللي عاش فيه في دار باها. حيت فاش كانت صغيرة كانت عايشة الحرمان وكان بها رجل قاسي وكان كيقسو عليهم شي شوية. كيف عاودت لكم في اول قصة، يوسف بدا كياخد لها فلوسها شوية بشوية وبقى كيقول لها جربي هادي، جربي شوية الحشيش، جربي شوية الشراب، حتى بلاها. قال لها طلقي من راجلك وناخدك ونتزوج بيك. بدات كل مرة كتنوض صداع مع راجلها على أتفه الأشياء وتتقول له طلقني ما بغيتش حاملك، ما بقيتش باغاك، عفتك، لدرجة أنه ما كتخليش يقيسها. راجلها استغرب وشك فيها وقال مستحيل تكون هذه ماريا اللي عرفت وتزوجت النهار الاول. راجلها لاحظ باللي مرته تبدلات بزاف، ولا فيها كثرة الخروج ولا فيها كثرة التعطال، وما بقاش حتى تتسوق واش كاين في الدار ولا ما كاينش. وحتى في النهار اللي كياخد فيه العطلة كتخرج وكتخلي وليداتها. راجلها بدا كيراقبها وقال باللي غادي يشوف اشنو سر في هاد الشي. قال لها واحد النهار باللي غيسافر واحد اليومين لكازا، ولكن هو ما سافرش، بقى عاس عليها وتيراقبها. اللي غد ليه خرجات وهي مزوقه ومقاده وحتى النقاب ما دارتوش. تصدم راجلها وقال غادي نتبعها نشوف فين غادا هاد المراه. بقى تبعها بالطوموبيل حتى وصلت للدار ديال يوسف. تصدم راجلها ملي يوسف حللها الباب وترمات في احضانه كانها كتعرفوا شحال هادي. نزلوا دموعه مسكين من هول الصدمه ومن هول المنظر اللي شافه، ومشى للدار وبدل اول ما دار بدل السقطه ديال الباب. ملي جات بقات كتحاول تفتح الباب ولكن ما تفتحش ليها. حل راجلها الباب وقال لها غنقول لك جوج كلمات. اول حاجه سيري
يا الغدارة اللي غدرتيني وخنتيني في شرفي، انا ما نسمح لك لا دنيا لا اخره. وسيري رجعي عند هذاك اللي كنتي عنده، وسيري نقول لك غير انتي طالق طالق طالق، ويدي ما نوسخهاش بدمك الفاسد. قالها عمر رجلك تخطعت بالداري، وعمرك تحلمي تشوفي ولادك. سكتات ماريا وحنا راسها وزادت، تصدمات وما عرفت ما تقول، وما قداتش ترد عليه، وباش غادي ترد عليه الا بغات ترد عليه، حيت عارفه راسها غلطات. مشات عند صحاباتها ودقات عليهم، وللاسف حتى وحده ما استقبلتها ولا حلات ليها. كل شي عطاها بالظهر، وكل شي قال لها انا ما نقدرش ندخلك حيت راجلي غادي يجي ويشوفك، وما نقدرش نجلس مرا عندي. المهم ما لقات ما دير، مشات عند يوسف حيت صحاباتها غدروها وداو فلوسها ورزقها، وحتى من ذهبها كانت باعته وصرفته عليهم، يعني ما بقى في راس مالها حتى شي ريال. قالت ليوسف دابا راجلي طلقني، خاصك تزوج بيا. دفعها وصرفقها وقال لها كوني تحشمي، كيفاش نقدر نتزوج مرا رخيصه بحالك؟ الى راجلك اللي كان مبرعك ومفتشك وداير لك اللي بغيتي وخنتيه ودرتي له هكا، اش غنديري لي انا اللي ما درت لك حتى شي حاجه؟ قال لها زيدي في بالك وديري في بالك انني مزوج وغنرجع لمراتي وولادي، ما بقى عندي ما ندير بيك، صافي ما بقيتيش صالحه لي. جرى عليها للشارع وقال لها سيري في حالك، وحتى هاد الدار ما تبقايش تجي ليها. جلست ماريا قدام واحد التيليبوتيك وحست راسها رخيصه بزاف، وما بقات كتسوى حتى شي حاجه في هاد الدنيا، وحست راسها بدون مأوى. لمن غتمشي لباها يقتلها ولا شنو غادي دير في راسها؟ عيات ماريا ما تفكر، الدموع ولاو كيهبطوا من عينين ماريا بحال شي شلال. بقات كتبكي وكتقول يا ريت ما درتش هادشي. ندمت بزاف على هادشي اللي ضاع منها، وندمت على السعاده اللي كانت عايشه فيها وضيعتها من يديها. ولكن اللي بكى مور الميت خساره. بقى كيدوز قصتها كدوز من قدام عينيها بحال شي فيلم، حياتها مع باها والصعوبات اللي كانت كتعيشهم وهي صغيره، من بعد السعاده اللي عاشها مع راجلها والحب اللي كان كيبغيها، وصحابات السوء اللي دخلوا في حياتها ودمروا لها حياتها، ويوسف اللي رماها في الشارع وكان تمرة سوداء في حياتها بحال شي شيطان. ما كان لها غير حل واحد بعد ما ضيعات وليداتها وحياتها وديك الطرف اللي عايشة فيه، وعرفت انها غتبقى غير في الشارع وغتبقى منبوذة من الدنيا ومن المجتمع. مشات لعند واحد الدروكري وكانت عندها فكرة وحدة، حيت الدنيا ظلامت في عينيها، فكرات انها تنتحر. كانت في جيبها 10 دراهم، شرات بها سم الفيران وشربته في البلاصة. راكم عارفين سم الفئران كيقطع المصارن وكيشتت المعدة. قتلها في البلاصة، ماتت ماريا وتلاحت في الارض، وفي البلاصة تجمعوا عليها الناس كاملين وبقاو كيشوفوا وكيحركوها وكيقولوا مالها. في البلاصة داوها للطبيب، ولكن فات الاوان وماتت مسكينة. واش ماريا كانت هي الظالمة ولا المظلومة؟ واش ماريا كانت هي الضحية التصرف باها اللي زيرها وملي حليت عينيها حلاتهم مرة واحدة على الفسق والفجور؟ واش ماريا كانت ضحية صحابة السوء اللي كانوا بحال الشيطان في حياتها وقلبوها لها وحلوا لها عينيها على بزاف د الحاجات ما كانتش تعرفهم حيت كانت نية؟ واش ماريا كانت نية لهاد الدرجة؟ واش ماريا ديك الوردة اللي مفتحة اللي ضحك عليها يوسف وزيغ لها عينيها
واستغلها واستغل طيبتها وخلاها تبغيه. وفي التالي لحا كيف الكلبة في الزنقة، لحا مسكينة وقال لها ما عندي ما ندير بيك وصافي شبعت منك. هادشي كله خلى ماريا توضع حد لحياتها، هادشي كله خلى ماريا ما تبقاش باغا تكمل حياتها، ولات حياتها ظلام، ولات حياتها عذاب. مشات ماريا وما نقدر نقولوا غير الله يرحمها ويغفر ليها. هنا الغزالات ديالي غنكونوا وصلنا لنهاية قصتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا العبرة واعتبرتوا من قصتها. ما تصاحبوش يا الغزالات مع صديقة السوء، حيت غيديكم غير للتهلكة والضياع. حتى إلا تصاحب الواحد يعرف معامن وما يكترش عليه الصحابات، وعاد يرد البال، حيت هذا الزمان ولا فيه الغدر والخيانة طبع كيتطبع به البشر. ما بقاش الثقة، ما بقاتش الثقة في البشر، ما بقينا نعرفوا شكون الصديق وشكون العدو. ما تبقاوش تثيقوا بزاف، وخليو دائما مسافة بينكم وبين الناس، واللي ما كتعرفوش ما تعطيوهش سرايركم. نتمنى من كل وحدة وكل واحد شاهد هاد القصة وعجباته ما يبخلش عليا بجيم وابوني، ونتلاقاو ان شاء الله في قصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.